السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله معانا فيديو جديد. صحينا النهاردة الصبح على علامة إكس في شبكة فودافون، مش مجمعة معانا أي حاجة، لا نت ولا اتصال ولا أي حاجة. كانت لما بقفل التليفون كانت تروح وتيجي، شلت الشريحة وحطيتها راحت وجت، بس ما كانتش مجمعة معايا أي اتصال، وكل شوية تجيب لي علامة إكس وتقولك مفيش تغطية للشبكة. بحثنا طبعا ان الموضوع ده لقيته رائج على النت، فقلت انا عرفت السبب، فقلت اقول لكم السبب. هنجيب كده التليفون بتاعنا وهنخش كده على الاعدادات بتاعة التليفون. بعد كده هنجيب البطاقة. شوف انت طبعا حاطه بطاقه فودافون اي شريحه، هنخش عليها هنعمل نوع الشبكه المفضل. انا كان عندي نوع الشبكه المفضل اللي هو 2G و3G و4G تلقائي، اللي هي الاولانيه. فتقريبا ال4G في تحديث او في حاجه، فهو اللي عمل كده في الشبكه، وهو اللي خلى الشبكه خارج التغطيه. فلما عملت الشبكه 2G و3G، الشبكه ثبتت عندي اهي زي ما انتوا شايفين، وما نزلتش تاني. فهو ده العطل اللي كان موجود في التليفون. لما غيرنا الشبكة من 2G ل 3G الشبكة رجعت تاني. فتقريبا ده كان حاجة في ال4G هو اللي كان مؤثر على الشبكة، هو اللي كان مخلي شبكة التليفون ساقطة وجايبان علامة اكس، وما كنتش عارفة تتصلي ولا تعملي اي حاجة. فاعمليها يلا بسرعة والشبكة هترجع معاكي تاني بكل سهولة. لما تغيري نوع الشبكة المفضل من 2G ل 3G و 4G، وتعمليها 2G و 3G بس. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى اكون فدتكم بحاجه. لو فدتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. مع السلامه.